السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. معنا أخبار كتيرة النهاردة. أولها هنتكلم عن البرنس زينيلسكي. زينيلسكي يا جماعة النهاردة زار مدينة بخموت في إقليم الدونباس. الدونباس ده أنا قلت لكم قبل كده اللي هو بينقسم لإقليمين، لوهانسك ودونيسك. بخموت دي في دونيسك. تمام. مدينة بخموت دي يا جماعة الروس بقالهم حوالي 3 شهور أو 4 شهور محاصرينها، وعمالين بيقصفوها قصف شديد جدا جدا، عايزين ياخدوها بأي طريقة ومش عارفين ياخدوها. مدينة محصنة جدا، مليانة أسلحة غربية وأسلحة أمريكية كبيرة جدا. زيلينسكي النهاردة طلع على الجبهة وزارها، وكان مفاجأة الصراحة لينا وكل الناس. زار الجنود وسلم عليهم واداهم أوسمة وعلق لهم أوسمة على صدرهم، وكانت مفاجأة جديدة. الروس لو كانوا يعرفوا أساسا إن زيلينسكي هيروح بخموت كانوا ممكن قصفوها، مش عايز أقول لكم بالنووي. ده تصعيد كبير جدا يا جماعة من زيلينسكي، اللي هو عايز يقول لجنوده اللي هو معاهم على الجبهة: أنا معاكم، ما تخافوش، كملوا اللي انتوا بتعملوه. مدينة بخموت دي يا جماعة مدينة مهمة جدا. ليه مدينة مهمة جدا؟ لأن الروس عايزين ياخدوها بأي طريقة، لأن الروس لو خدوها هتفتح لهم كل المدن اللي بعد كده. المدينة دي لو الروس سيطر عليها بقالهم حوالي 4 شهور محاصرينها. تقدموا من ناحية الشرق بس تقدم بسيط، يعني حوالي 3 أو 4 كيلو، مش تقدم كبير بس تقدم، لكن مش عارفين ياخدوها. المدينة دي بيلقب عليها باسم يا جماعة المقبرة، من كتر الناس اللي ماتت فيها، من كتر الروس ما قصفوها. الروس بيقصفوها بالمدفعية وبالصواريخ الفرط صوتية والصواريخ الكروز والمدفعية، وبيقصفوها من حرية، بيقصفوها من كل حتة، عايزين ياخدوها بأي طريقة. فالنهارده زيلينسكي زار المدينة ديت يا جماعة، وقعد يتكلم مع الجنود عشان الجنود، وكانت تصعيد كبير جدا. تعال نشوف التقرير ونرجع تاني مع بعض. زيارة تفقدية أجراها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أكثر الجبهات سخونة شرقي أوكرانيا بخموت. ورغم خطورة الأوضاع هناك، توجه زيلينسكي إلى المدينة لدعم الجنود في خضم المعارك الضارية ومتابعة أبرز المستجدات على الأرض. وتبعث زيارة زيلينسكي إلى تلك المدينة الواقعة في إقليم دونيتسك إشارات عدة لكونها تأتي في وقت تكثر. تاني خبر معانا النهارده برضو عن البرنس زيلينسكي. زيلينسكي يا جماعة النهارده زار الولايات المتحدة الأمريكية، ودي أول مرة يزور فيها الولايات المتحدة الأمريكية. والغريبة إن الرئيس جو بايدن هو اللي دعاه، والكونجرس الأمريكي مستغربين جدا، لأن بقالهم 3-4 أيام أو بالأصح بقالهم أسبوع عمالين يجهزوا، يقولوا في زيارة مهمة، في زيارة مهمة، في زيارة مهمة. اتفوجئوا إن زيلينسكي هو اللي جاي. فوجئوا إن زيلينسكي وصل الولايات المتحدة النهاردة بدعوة من الرئيس جو بايدن. طب زيلينسكي راح يعمل إيه؟ أول حاجة إن وجود الراجل دوت في أمريكا ده تصعيد كبير. ده يعرفك إن الأيام اللي جاية دي الحرب دي هيكون فيها تصعيد لا يتخيله أحد. تصعيد كبير جدا من الغرب، تصعيد كبير جدا من أمريكا، وتصعيد أكبر من روسيا. طيب الراجل ده رايح يعمل إيه؟ الراجل ده رايح يعقد جلسة مع نواب الكونجرس الأمريكي في حضور الرئيس جو بايدن. عايز إيه؟ عايز دعم عسكري، عايز دعم مالي، عايز بطاريات صواريخ، عايز صواريخ هايمارس، عايز البايتروت، عايز حاجات كتير جدا. طيب معنى الرئيس الأمريكي يا جماعة يقول له تعالى عندي ويدعوه، معنى كده الأمريكان هيوافقوا. طيب أنا هقول لكم الأمريكان وافقوا على إيه وما وافقوش على إيه. مبدئيا كده الأمريكان يا جماعة مش موافقين اللي هو زيلينسكي عايز صواريخ هايمارس بعيدة المدى عشان يقدر يضرب بيها العمق الروسي. صواريخ هايمارس، لأن الهايمارس اللي أمريكا اديتها له دي بتمشي حوالي 60 أو 80 كيلو، لا هو عايز الهايمارس اللي 150 و 300 كيلو عشان يضرب خطوط الإمداد في العمق الروسي. وطبعا الأمريكان مرضوش، بس عملوا حاجة تانية. يعني مرضوش بس عملوا حاجة تانية. الحاجة التانية اللي هم ايه؟ قال لك احنا هنمرر قانون في الكونجرس الامريكي اللي احنا هنديك معونة ب44 مليار دولار. انتوا متخيلين يا جماعة 44 مليار دولار؟ كده حجم الاجمالي الانفاق العسكري على اوكرانيا تعدى ال 100 مليار دولار، زائد بطاريات الباتروت، زائد طيارات دروم بدون طيار. طيب الباتروت دي يا جماعة لوحدها، يعني سيبك من ال 100 مليار دولار، لأن دول معونات إنسانية ومعونات عسكرية وذخيرة وتدريب ونقل لوجستي للأسلحة، حاجات كتير بتقسم منها حاجات كتير جدا. البايتروت ده يا جماعة ذات نفسها مشكلة. يعني أنت كنت رايح عايز تاخد الهايمارس، تمام؟ قال لك لا مش هديك الهايمارس بعيد، بتديله البايتروت اللي هي أقوى منظومة دفاع في أمريكا. طيب بصوا بقى، البايتروت دي فيها مشاكل كتير يا جماعة، مش مشاكل كتير لأمريكا، لا مشاكل كتير لما هتخش الأراضي الأوكرانية.
اولا روسيا قالت ان الباتروت دي هتبقى هدف ليا لو دخلت. ثانيا اساسا الجنود الامريكان بيقعدوا 9 شهور علشان يتدربوا على الباتروت دي، لانها منظومة دفاع معقدة جدا. 9 شهور تمام. البطارية الواحدة بيخدم عليها حوالي 90 جندي. 90 جندي. طيب الاوكران هيقدروا يعملوا الكلام دوت؟ طيب هيتدربوا فين؟ الكلام مع امريكا بيقول له هيتدربوا في المانيا، او هيبعت منظومه الدفاع الباتروت الموجوده في المانيا. طب كم بطاريه هتبعتها؟ البطاريه الواحده يا جماعه الباتروت بمليار دولار. البطاريه الواحده بمليار دولار. الصاروخ الواحد من 3 ل 5 مليون دولار. طيب انت هتقدر تقاوم الضرب الروسي عليها؟ الروس بيضربوا باعداد كبيره جدا، ده الروس ممكن يضربوا لك 70 مسيره وما فيهاش صواريخ كمان عشان يستنزفك. طب الاستنزاف ده كله امريكا هتدفع الفاتوره؟ بقول لك الصاروخ الواحد فيه من 3 ل 5 مليون دولار. طب البطاريه دي فيها قد ايه؟ فيها 3 صواريخ، فيها 4 صواريخ، فيها 5 صواريخ. طب انت هتبعت معاه مخزونات قد ايه؟ ده موضوع كبير. انت كده بتدي فرصه لروسيا ان انت تستنزف اوكرانيا وتستنزف الولايات المتحده، لان البطاريه غاليه جدا. طيب البطاريه دي لما تيجي تبقى عايزه صيانه هتعمل فيها ايه؟ ما بتضرب عدد معين من الصواريخ وبعد كده عايزه صيانه. طيب هل روسيا هتقدر تستهدفها ولا لا؟ ده انت كده هتدي فرصه لروسيا كمان اللي هتشوف هي تقدر تستهدف المنظومه ديت اللي هي الاحدث في العالم ولا لا، بالصواريخ الفرط صوتيه. وانا قلت لكم الصواريخ الفرط صوتيه ديت اساسا ما بتتصدش، مفيش دفاعات في الجويه خالص تقدر تصدها. يعني هو روسيا ممكن اساسا يقعد يستنزفك، يبعت لك في مسيرات رخيصه الثمن وانت بتطلع لها صواريخ الباتروت، وبعدين يروح جاي مستهدف المنظومه ذات نفسها. طب انت هتبعت كام بطاريه؟ البطاريه الواحده بمليار. هتبعت 2؟ هتبعت 3؟ هتبعت 5؟ هتبعت 6؟ بطاريات ب6 مليار غير المخزونات الصواريخ بتاعتها. طب الصواريخ دي لما تخلص هتبعت تاني؟ موضوع يا جماعة معقد. بس عايز اقول لكم ان الحرب دي فيها تصعيد كبير جدا محدش يتخيله. تعال نشوف التقرير ونرجع لبعض تاني. الأوكراني، حيث أكد طبعا استمرار تقديم الدعم الأمريكي لأوكرانيا طالما اقتضت الضرورة. وهذه الصورة التذكارية التي يتم التقاطها في هذه الأثناء للرئيس الأمريكي جو بايدن عند استقباله فولوديمير زيلينسكي، حيث سيجتمع الطرفان في لقاء ثنائي بينهما، ومن ثم سيلقي الرئيس الأوكراني كلمة أمام الكونغرس الأمريكي قبل عودته إلى أوكرانيا. الرئيس ثالث حاجة عايز أقولها لك إن روسيا بتحشد دلوقتي جنود ودخلت 200,000 جندي، جزء منهم راح على بيلاروسيا وجزء منهم دخل في شرق أوكرانيا. طيب هو إيه اللي بيحصل دلوقتي يا جماعة في شرق أوكرانيا وبيلاروسيا؟ طيب ناخد الموضوع واحدة واحدة. أولا شرق أوكرانيا الروس بيعملوا حواجز دفاعية قوية جدا يصعب اختراقها. يعني الأوكران لو حبوا اللي هم يشنوا هجوم مضاد على القوات الروسية مش هيعرفوا. عايز اقول لكم اللي هم بيعملوا خنادق، الخنادق دي كان بيعملوا زيها في الحرب العالمية التانية يا جماعة. الروس متمرسين في الكلام ده، بالفعل عملوا خنادق، والخنادق ديت مش هتخلي اي مدرعات او اي عربيات او اي مركبات اوكرانية ممكن تعدي للناحية التانية. بيعملوا متاريس وبيعملوا خطوط دفاعية قوية جدا يا جماعة يصعب اختراقها. دي اول حاجة. تاني حاجة سحبوا قوات من خرسون لما رجعوا خلف نهر دنيبرو، خدوا قوات من خرسون ودوها الشرق، وجهزوا 200,000 جندي دخلوا نصهم في شرق أوكرانيا مع القوات الموجودة ومع الانفصاليين الروس، وبعتوا حوالي 50,000 جندي على بيلاروسيا، لأن بيلاروسيا أساسا هم كانوا باعتين هناك 15,000 جندي مع 50,000 جندي اللي الروس بعتوهم، مع اللي بوتين كان من كام يوم في بيلاروسيا عشان بيضغط على الرئيس البيلاروسي اللي هو شارك في الحرب. قوام الجيش البيلاروسي يا جماعة 50,000 تقريبا كده، بنسبة 80% هيشارك في الحرب. فالروس بيحضروا الغزو كبير. أمريكا بتدعم بالباتروت وبتدعم بصواريخ وبتدعم بحاجات كتيرة. الغرب بس ايه اللي هيحصل التصعيد. طب التصعيد ده هيودينا فين؟ هيودي العالم كله في حتة مش حلوة، هيودي العالم كله يا جماعة في حتة مش جميلة، لأن الحرب دي كلنا متأثرين بيها ماديا وزراعيا وصناعيا. أقوى اقتصادات في العالم اللي هو أمريكا والصين متأثرين. النهاردة زيلينسكي في أمريكا، رئيس فلاديمير بوتين بعت الرئيس الأسبق الروسي برسالة نصية للرئيس الصيني. انت هنا الصين بتدعم روسيا، هو روسيا مش محتاجة دعم بقى، بس هي الصين بتدعم روسيا، أمريكا بتدعم أوكرانيا، الدنيا والعة في تصعيد كبير. هنشوف الأيام اللي جاية دي اللي هيحصل،
يا رب اكون شرحت لك كل حاجة بطريقة بسيطة كده، وما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.